ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي واكله تحفه ملهاش حل. هنعمله مكرونه، طاجن مكرونه بصوا بالخضار وبالفلفل بحاجات جميله قوي. وهنعمله فراخ طبعا جنب المكرونه، ولادي عايزين بانيه فانا عملت فراخ. ودي الشوربه بتاعتها. انا عايزه بقى اقول لكم يلا بينا تعالوا معايا نشوفوا الجمال ده اتعمل ازاي. وطريقه المكرونه دي طريقتها سهله جدا جدا جدا، والله العظيم هتقوموا تعملوها على طول. يلا بينا بقى نخش المطبخ بتاعنا ونشوف هنعمله الحاجات الحلوه دي ازاي. بصوا يا حبايبي، انا حضرت حله وحطيت فيها معلقتين زيت ومكعب زبده اللي انا بحطهم عشان عايزه ادي الفراخ بتاعتي صدمه صدمه بس قبل ما اسلقها، عشان لازم ايه اخليها الانسجه بتاعتها تتقفل. بصوا انا جايبه طبعا الفراخ بتاعتي. انا عندي اللي هي الفراخ الامهات. طبعا انا مش هتقولوا انت ليه عامله نص فراخ، هقول لكم ولادي عايزين ياكلوا بانيه بالمكرونه. تمام، فانا مش هعمل بقى كلها، بس انا قلت ايه اعمل على قد العيال في البحر. بص كده. تمام، اول حاجه هنحطها ايه بقى؟ بس كده. بص بقى نحط لنا ايه، هنحط البهارات دي جنبنا. بص كده. الحاجات دي كلها لازم، بصوا فراخ لحمه تاخد صدمه. هتقولوا ليه تاخد صدمه؟ هقول لكم عشان تقدر اللي هي الانسجه بتاعتها تقفل، المسام بتاع الفراخ او اللحمه يقفلوا، بتبقى كمان تحفه قوي مع باقي التحمير او الشوي في الفرن. تحفه. بصوا زي ما انتم شايفين هحط فلفل اسمر عليها كل البهارات بتاعتي. هنا معايا شويه ملح، معلقه صغيره زعتر. تمام، هنا معلقه صغيره بصل بودر مع برضو نص معلقه صغيره جنزبيل. تمام، بصوا البهارات دي كلها ايه مع بعض. هنا معانا السبع بهارات معلقه صغيره. تمام، وهتاخدوا شويه فراخ من نص حله. هنا معانا كوبيبه صيني وليمونه اللي هي المجففه هنحطوها برضه. في هنا كمان معانا بصوا بصلايه كده متقطعه هنحطوها كده اهوت. معانا 5 فصوص ثوم صحيح زي ما هو. تمام، بصوا بقى الجمال. هحكي على الريحه ملهاش حل، والله العظيم فظيعه. بصوا كده، انتوا لو جنبي ولا معايا وشموا الريحه. انا هخليها بقى سيكه بس اللي هي اكنها تتحمر. تمام، حبايبي الفراخ اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا التشويحه بقى تحسوا ان هي ايه متحمره، بس انا مش عايزاه طبعا ايه اغمقها اكتر من كده. بصوا كده. جايبه انا بقى مسخنه ميه في الكاتل احطها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده. بصوا بقى عايزاكم تشربوا شويه الشوربه دول، احي ما بقاش بصوا يبقى احلى طعم. تمام، انا هكمل طبعا الكاتل وهفضي فيها شويه كمان عشان لازم ميه سخنه وكده، وهنغطي على لغايه ما تستوى ونرجع مع بعض نقول لكم بقى هنعمل المكرونه بقى بالطريقه الجديده ازاي. تمام، هنغطي عليها بقى لغايه ما ايه تاخد نص سوا كده عشان احنا هندخلوها الفرن. انا سلقت خلاص الفراخ وطلعتها اوريها لكم دلوقتي نشوف هنعمله فيها ايه دلوقتي. انا حاطه بقى طاسه على النار، حاطه فيها معلقتين زيت بالظبط ومكعب زبده. تمام، سايحه هم مع بعض. انا هنا مخرطه بصل بتاع ده عشان اعمل مكرونه. تمام، هنفضيه كله كده يعني بصلايه كبيره كده ايه محترمه كده، عشان احنا عايزين نعمله ايه صلصه المكرونه بطريقه جديده هتعجبكم قوي. وناخدوها ايه تقليبه كده حلوه. بصلايه كبيره مش مشكله، انا مش يعني البصل تقطعوه زي ما انتوا عايزين. تمام، بلاش تقطيع معين.
بس انا عايزاها تتشوح، يعني مجرد اللي هي ايه تدبل شويه، انا مش عايزاها تتحمر. تمام. بصوا بقى كده هخليها كده حبه، وتعالوا اوريكم الفراخ بقى واقول لكم ايه انا اعمله فيها ايه. الفراخ اهي، بصوا انا سلقتها. تمام. انا عايزه ادخلها الفرن، انا مش عايزه احمرها، فانا حاطه هنا معلقتين او معلقه بس صلصه. تمام. حاطه هنا البهارات، حاطه هنا توم باودر وزي نص معلقه بهارات سبعه، ومعلقه صغيره خالص فلفل اسمر. تمام. هنحط الحاجات دي هنا. بصوا تتقلب كده كويس. هنجيبوا برطمان الملح، هنيجي نحط هنا شويه ملح. بصوا بالمعلقه دي مش كتير عشان انا كنت مملحه الشوربه اصلا. وهنحط، ممكن عايزين تحطوا زبده براحتكم، زيت براحتكم. انا هحط معلقه صغيره زيت بس. الحاجات دي كلها الحلوه كده مع بعض. بصوا وايه، ونقلبوا الحاجات دي كلها كده. هتيجي تعملي ايه يا نهى بقى؟ هنلبسه بقى اللفظ بتاعنا عشان احنا ايه، هنعمل اسمه ايه ده، الفراخ بالخليط ده. تمام. بصوا بقى الخليط ده كده اهو. تمام. هنمسكوا الفراخ اهو زي ما انتم شايفيني كده اهو. هنعمله ايه، هنيجي بصوا متضحي طبعا زي الفل ومغسوله ومسلوقه، بس انا مش عايزه احمرها عشان مش عايزه كله بقى دهون دهون. بصوا كده. تمام. هناخده برده الورك المنظر ده، نمسكه دي بس كده. بصوا ندخله الحاجات دي. انا الحاجات دي هي الفرخه دلوقتي مستويه وزي الفل، انا عايزاها بس عشان ايه تاخد لون في الفرن مش اكتر. تمام. بصوا كده اهي. هنجيبه بقى ايه البايركس بتاعنا. بصوا خلاص كده اهو. ثواني اجيب لكم بقى البايركس. انا بقيت البصله اهي، معلش انا رجعت للبصله وهرجع لكم تاني للفراخ. البصله خلاص كده اهو، انا مش عايزاها تتحمر اكتر من كده. معايا هنا صلصه وحاطه بصوا فيها معلقه مش معلقه، نص معلقه هريسه شطه اللي انا كنت عاملاها ومنزلاها معاكم في القناه. تمام. انا ما عنديش بصراحه طماطم فحطيت بقى صلصه، مش لاقي حد يجيب لي. ماشي. فانا هفضي بقى ايه الكميه دي كده اهو. تمام. هنشوف كده محتاجه تاني ولا لا. والله احتجت تاني هحط، ما احتجتش خلاص. تتقلب كده. تمام كده اهو. ممكن احط ايه حته كمان. بصوا كده. هنحط بقى البهارات بتاعتي ايه، انا مش عايزه بهارات خالص، اللي هي نص معلقه كده فلفل اسمر، واللي هو الملح بتاعنا نحط منه ايه معلقه. تمام. بصوا كده تتقلب. بسم الله ما شاء الله. انا بحب ريحه صلصه المكرونه سواء كانت بالصلصه او بالطماطم، بس اقول لكم بقى لو بالطماطم بتبقى رهيبه. المكرونه اللي هي بالطماطم المعصوره فظيعه فظيعه بجد. والحاجات بتاعه الطماطم اللي هي زي تحس اللي فيها قطع طماطم صغنونه خالص بتبقى رهيبه. بصوا هنحط في الصلصه دي، انا عايزه احط لها زي ايه شويه ميه صغيرين. انا مش عايزه ميه كتير، انا عايزه ميه صغيرين. الفلفل كده اهو هنحط زي ايه، زي يعني شويه كده. بصوا مش ياما، حتى الكوبايه دي انا ما كنتش ملياها، حطيت زي ربعها. تمام. بصوا كده اهو. بسم الله ما شاء الله. ريحتها حلوه قوي. بصوا هنوطوا عليها بس سيكه لغايه ما نشوف الفراخ. انا جبت البايركس بتاعي وحضرته. بصوا كده البايركس اهو. هنيجي مش هنعمل فيها حاجه، هنحطها كده اهو زي الفل، ونقول لها ايه بقى عيشي حياتك. هدخلها في الفرن طبعا انا مسخناه، بس ايه بصراحه انا مش هدخلها دلوقتي لغايه ما اخلص المكرونه عشان ادخل الاتنين مع بعض. تمام. هنخلص اهي دي خلاص كده يعتبر انا خلصت الفراخ. بصوا بقى المكرونه اهو. تمام. والمكرونه على فكره اي نوع انتوا عايزينه، انا مش مرتبطه بنوع معين، يعني الحاجه اللي انتوا حابينها حطوها. جايبه هنا معايا فلفل الوان، في
فيه مفيش ما تحطوش، مش قضيه يعني، لو ما كانش فلفل الوان مش هتتاكل، لا هتتاكل وبتبقى رهيبه بصراحه. بصوا هنحطها كده اهو. على فكره الفلفل الالوان مغذي قوي وليه فوائد وعناصر، فيه عناصر كتير جدا، فبجد حاولوا نحطوه في كل اكل، يعني ما نحطوش كتير، ان شاء الله حاجه بسيطه بس عشان نخلي ولادنا ياكلوه. بصوا كده دي الصلصه بتاعت المكرونه، والله العظيم يعني بصوا عادي خالص، احنا لو حطينا عليها مكرونه تتاكل كده من غير اي حاجه. بصوا كده الجمال ده كده كله. خلاص بقى احنا بقى مش عايزه اكتر من كده عشان مش عايزه الفلفل يتهرى، هنطفي عليها وهنشوف هنحط المكرونات تتسلق وبعد كده هنشوف هنعمله ايه تاني. حبايبي انا سلقت اهو مكرونه. بصوا انا قلت لكم اي نوع مكرونه، بصراحه انا لقيت النوع ده بس اللي عندي، وعندي سباكيتي فده طبعا هيبقى حلو. بصوا بقى انا حطيت هنا في الخلطه، انا وريتها لكم، بس حطيت عليها رشه بقدونس ولقيت عندي كده كام زيتونه رحت حطاهم فيها. تمام. بصوا بقى نحط الخليط ده كله كده على المكرونه، شايفين المنظر اهو. بصوا يتقلب كويس. على فكره المكرونه انا مش سلقاها قوي، يعني تقريبا كده نص سلقه، علشان هي هتخش الفرن فما تبقاش ايه تتهرى مني والكلام ده. على فكره ريحتها خرافه خرافه بجد، يعني حاولوا جربوها والله. والله انت عارفه الوصفات اللي انا بعملها لكم ديت تبقى ممكن الطاجن ده يتاكل لوحده، يعني المكرونه دي تتاكل لوحدها من غير اي حاجه، من غير لحمه ومن غير فراخ ومن غير اي حاجه. بصوا الجمال عامله ازاي وبالالوان بكله. تمام كده زي الفل لغايه دلوقتي متفقين مع بعض. هنا انا جايبه البايركس بتاعي، بصوا هحط له واخده مكعب زبده بس صغير ودهناه بيه كله. تمام. يعني نخلوا بقى البايركس شكله ايه بقى ايه ولذيذ كده وايه وغني بقى. هنيجي نحط بقى المكرونه. بصوا الجمال، شايفين واخدين بالكم من الالوان؟ بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنيجي ناخد الحبه دول. بصوا احنا هنحطهم كلهم في بايركس واحد عشان ديت ايه، انا مش مشكله يعني، مش عايزه القطعه تبقى تخينه، هي بتتدخل لكنها في حله، بس انا داخلاها عشان تشمع كده برده في الفرن وتتحمص شويه تبقى جميله قوي. تمام. من غير بشاميل من غير اي حاجه. شايفين المنظر، شايفين الالوان عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله تحفه. خلاص كده اهو. بصوا بقى انا طبعا عايزه اخلي ايه، هي طعمها دلوقتي مش محتاجه لحاجه. هنيجي نحط، انا عندي هنا ميكس جبنه شيدر وتركي، انا بشرهم وحطهم في وشايلهم عندي تحت اكلهم. هنيجي ناخدهم كده شويه بصوا وندوها كده ايه رشه من فوق ايه الوش. تمام كده، مش ياما، مفيش جبن برضو، مفيش مشكله خالص، هي بس عشان ايه تبان بس الشكل واللون يتحمر من فوق وخلاص. كده اهوت بس استنى. تمام كده اهو. بصوا بقى دي هتخش الفرن على درجه حراره 180، بس الفرن يجي سخن، درجه حراره 180 تقعد 10 دقايق اقصاها قوي ربع ساعه عشان بس الوش يتحمر وهي تطرى سيكه كمان غير اللي هي فيه عشان دي نص سوا. تمام. والفراخ برده معاها الربع ساعه والاتنين يطلعوا واوريهم لكم بقى ايه، هيبقى تحفه مع طبق سلطه كده يبقى ملوش حل ان شاء الله. ندخلهم الفرن بقى وما يخلصوا اوريهم لكم. الاكل خلاص اهوت، ايه رايكم بقى فيه؟ شايفين المكرونه بسم الله ما شاء الله تحفه وملهاش حل. انا عايزه اوريها لكم بس من جوه، لسه قافله الفرن دلوقتي على الحاجات دي. بصوا عامله ازاي، بس انا لا اقطعها احسن عشان ما تبقاش شكلها مش حلو. بصوا انا عايزه اوريها لكم من جوه بس، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي ما فيهاش بشاميل ولا حاجه، بس تحسوا بقى المكرونه استوت تحفه، وتقطعوه زي ما انتوا عايزين، يعني مالكوش دعوه بتقطيعتي انا. تمام. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله، مش مشكله اللي وقع ده. بصوا عامله ازاي، بصوا بالخضار بتاعها بسم الله ما شاء الله ملهاش حل، ملهاش حل. والريحه اقسم لكم بالله روعه تحفه. بصوا عامله ازاي بالمكرونه بقى بالفلفل وريحه الزيتون رهيبه. وهنا الفراخ، بصوا الفراخ عامله ازاي، بصوا اللمعه ومستويه وجميله جدا جدا بجد. انا عملت شويه شوربه بس بتاعتها دي المكرونه بس اللي وقعت، شويه شوربه بتاعتها، وعملت شويه سلطه.
فيا ريت بقى اوعوا تنسوني في لايك عشان الفيديو يترفع، واعملوا لي كومنت حلو كده منكم، اللي هيعملها يقول لي، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.